السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم مع فيديو جديد اللي غادي نوجدوا فيه مسمن معمر بالكبسه ديال الدجاج. نبداو الوصفه. اولا غادي نبداو بالعجين. كنحتاجوا 400 غرام طحين و 200 غرام من الفينو. كنضيفوا قليل من الملح وكنعجنوا بالماء الدافئ. ندهنوا قليل من الزيت ونخليه يرتاح تقريبا ساعه حتى لساعه ونصف. من بعد ما خلينا العجين يرتاح غادي نوجدوا الحشوه اللي كتجي لذيذه وبنينه ومقادير جد بسيطه. اولا كنحتاجوا قليل من الزبده كنوضعوها في مقلاة. من بعد كنزيدوا عليها البصل المفروم والفلافل المفرومه، اي نوع من الفلافل. انا استعملت هنا اللي متوفرين عندي الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. كنضيفوا قليل من الملح، بابريكا اي الفلفل الاحمر الحلو، والفلفل الحار بودره، وقليل من الزيت. وكنطيبوا الكل على نار تكون عاليه باش الحشوه ما تطلقش لينا الماء وتطيب بسرعه. اخر مكون بقى فانا كان عندي صدر الدجاج وطحنته في ترموميكس عطاني الكفته ديال الدجاج تقريبا 300 غرام. ونضيف كذلك 2 معالق كبار مزيج بين القزبر والمعدنوس مفروم بطبيعه الحال. وفي النهايه كنضيفوا قليل من الزيت وكنخليو الكل يطيب على نار عاليه كيف ما قلت من قبل. في هذا الاثناء غادي نصنع كرات من العجين باش نخليهم يرتاحوا للمره الثانيه. الحشوه وجدات كنطفيو عليها كنخليوها حتى تبرد. عادي يمكن لينا نستعملوهم في المسمنات. كندوزو نقادو مسمن ديالنا. ناخدو كره من العجين كنبسطوها، كنوضعو قليل من الحشوه فوق العجين على شكل مسمنه كما مبين في الفيديو، وكنبسطو كره اخرى اللي غادي نوضعو فيها المسمنه الاولى. فانا كنوضع مسمنه في قلب مسمنه. نبقاو على هذا المنوال حتى نكملوا المسمن اللي عندنا كله. من بعد كندوزو لمرحله الطهي. كنسخنوا المقلاة اولا، من بعد كنقصوا من النار كنزلوا المسمنه في المقلاة. فالمسمن اللي كيكون معمر من الاحسن ما نقلبوش بزاف باش ما تخرجش لينا الحشوه، عكس المسمن العادي. كنطيبوا المسمن على الجهتين حتى كنحصلوا على لون ذهبي. فالمسمن معمر بهذه الحشوه فكيجي لذيذ وبنين بزاف وكيجي خطير. جربوه وخليوا لي رايكم في التعليقات. نخليكم مع تتمه الفيديو والى فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في امان الله ورعايته. باي باي.